وضمن برنامجه الفني لهذا الموسم أحيا الفنان سامي راي أغنية أو أمسية غنائية في فن الراي، وذلك بفضاء القصبة الإسماعيلية بسطات. قدم خلاله الفنان كشكولا غنائيا تضمن أشهر أعماله. بوشعيب عماري ومحمد شكير. في أجواء صيفية وبفضاء القصبة الإسماعيلية بسطات، أحيا الفنان سامي راي ليلة غنائية في فن الراي المغربي من خلال أشهر أغانيه التي تدخل ضمن برنامج جولته الفنية. كان واحد الفرحة وعندنا واحد العرس البارح فني مع الناس ومع المحبين هنا في سطات قبل الكونسير ديالي بالنهار. وبالمناسبه باش نحاول واحد النقطه مهمه، البيبليك هذه الجوله دارت للتعريف بالهويه الرايويه المغربيه القح. حتى حنا عندنا عروق في الراي وعندنا الراي المغربي ديالنا اللي كنفتخروا به واللي داير ضجه في العالم. ليلة صاخبة تحت سكون أولى ليالي فصل الصيف الحار تخللتها باقة غنائية ألهمت الجمهور المتعطش لمثل هذه السهرات. أجواء رائعة بيان سور، وحتى البلاصة يعني فين دار هذا الحفل هذا كي كتشوفوا الهواء الطلق، يعني الإنسان ما بقيناش كنديروا سيرتو سطات. أنا أول مرة كنشوف يعني هذا الجو زوين. سطاج هي ما فيهاش متنفسات بزاف، ملي كيجي هذا المهرجان بحال ما هكا يعني كتكون واحد الحاجة اللي مزيانة كيهبط الإنسان كيستافد منها، كيفوج على راسو وليداتو. وكنتمناو ان السطات ان شاء الله تبقى غاده في مسيره بحال موكا مع هاد السهرات ومع هاد المهرجانات، والصيف هذا راه وقتهم هذا. انا من الجاليه المغربيه المقيمه بايطاليا، والحمد لله كتبقى العلاقه ما بين الوليدات كيفرحوا يدخلوا للمغرب، والحمد لله كيجيو مثلا في الصيف الاعراس والاجواء ديال المغرب هنا كيعجبوهم بزاف. هذا الموعد الفني ينظم بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافة، وذلك في إطار تشجيع الأنشطة الثقافية والفنية وتقريب العروض الفنية من الجمهور بمختلف جهات المملكة خاصة خلال فصل الصيف. وبهذه الفقرات الفنية ننهي نشر